كبسة قريدس سهلة وطيبة وسريعة. امشوا معي خطوة بخطوة حتى نحضرها. وبما انه رح اعمل الوصفة كلها بطنجرة واحدة، رح بلش اول شي بالمكسرات لانه الزيت بعده نضيف. وانتبهوا لشغلة، الزيت لازم يكون دافي مش حامي وعلى نار وسط لحتى يستووا ويتحمروا على مهلهم المكسرات ويطلعوا بهيدا اللون الذهبي الحلو ومقرمشين. من بعدها بحط محلهم القريدس من دون اي اضافات، 5 دقايق على الضبط. بحط لهم بهار مشكل وملح وبشيلهم، ومجرد ما تشوفوا القريدس على شكل حرف السي يعني اموركم تمام، اذا مثل حرف الاو يعني خلص نشف وزاد عن وقته وما بقى ينفع الندم. خلص القريدس بنحط بدالهم البصل، بنقليهم لحتى يدبلوا مع ورق غار وشوية لومي، بعدين توم وزنجبيل وجزر مبروش وفليفله مفرومه، وحبيت احط بندوره كرزيه وملعقه كبيره من معجون البندوره، وبين كل نوع خضره والتاني قلوا الخليط تقريبا شي دقيقتين 3 لحتى ياخد نكهه ويعطي طعم اطيب. وعايروا المي اذا بتحبوا، لكل كوبايه رز كوبين من المي، وحطوا ملح وملعقه كبيره من البهار المشكل، وحطوا نص كميه القريدس مع الرز. اول ما تغلي المي وتبلش تنشف عن سطح الرز، حطوا باقي القريدس على الوجه وكم شقفه من الزبده وغطوهم على نار هاديه مده 20 دقيقه. وهيدي كبسه القريدس خلصت، ولا اسهل من هيك. القريدس طري، الرز طعمته بتجنن، زينته بالمكسرات او فيكم تحطوا كزبره فريش، وقدمت حدهم دقوس او لبن. جربوها وخبروني رايكم، وصحتين سلف.